تاني فيديو من تفريزات الشهر الكريم رمضان 2025. هنعمل مع بعض النهاردة صلصة الطماطم بطريقة بسيطة جدا، وكمان من غير أي مواد حافظة. مكونين 2 بس هيخلي الصلصة دي تقعد معايا من السنة للسنة. هتقولوا لي بتعملي يا ام اميره فيديو تفريزات للطماطم والطماطم غاليه اليومين دول؟ هقول لكم فعلا الطماطم مش رخيصه، هي الطماطم غاليه، لكن النوع دوت ما بيكونش موجود في السوق على طول. وهنتكلم كمان عن النوعين اللي ينفعهم ان احنا نعمل منهم صلصه الطماطم. بصراحه النوعين دولت من احلى الانواع اللي انتم ممكن تفرزوا منهم صلصه طماطم، او ممكن تصلصوا منهم الصلصه بتاعه الطماطم. جميلة جدا ممتازة، ولونها كمان جميل، مش محتاجة اي اضافات خالص بصراحة. هتقولوا لي كمان هي بتكون زي الصلصة الجاهزة، هقول لكم انا ما بحبش الصلصة الجاهزة وعمري ما بستخدمها، لكن هي بالنسبة لي بتكون افضل من الصلصة الجاهزة اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت، لان طبعا حاجة انا عاملاها على ايدي وضامنة جودتها، وكمان عاملاها من غير اي مواد حافظة. بصراحة بتكون ممتازة جدا، بتقعد معايا من سنة للسنة، عمرها ما بتغير. تعالوا نصلي مع بعض على سيدنا محمد علشان ربنا يبارك لنا في كل حاجة بنعملها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب، تتفتح بها الأرزاق وننال بها الرضوان، تجزني بها في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. النهاردة يوم السوق. طبعا جبنا مشتريات كده كنا محتاجينها للبيت، من الكرنب بقى والخضرة والفلفل والبتنجان، حاجات يعني للتلاجة بسيطة كده. وبالمرة قمت جايبة عداية طماطم. طب الطماطم رخيصة اليومين دول؟ لا مش رخيصة. الطماطم انا جايباها في العداية ب8 جنيه، لكن هي بتتباع 2 ب25 و10. طبعا هي الاسعار مش رخيصة برضو، بس بالنسبة للايام اللي فاتت هي مرتاحة شوية، لان احنا اشتريناها وكانت 2 ب65 جنيه، واشتريناها برضو 2 ب50 و3 ب50. يعني اليومين دول بالنسبة كده للاسعار اللي فاتت، فهو اليومين دولت الاسعار مرتاحة شوية. طبعا لما لقيت السعر نزل كده، وكمان الطماطمايه دي نوعها جيد جدا، اللي هي الطماطم الجرجاوي. طبعا دي ما بتكونش في السوق طول الموسم، دي بتكون لها وقت كده معين وبعد كده بتبدأ تخف من السوق. بتكون نوعها افضل من الطماطم البلدي اللي هي الطماطم المدورة، اللي هي بتكون مسكرة، دي بتكون قشرتها تخينة وبعدين بيكون فيها نسبة مية عالية وفيها بذور كتير. لكن الطماطم الجرجاوي دي بتكون الطماطمية كده ملحمة، وكمان ما بيكونش فيها نسبة مية عالية، وما بيكونش كمان قشرتها بتكون رقيقة جدا، يعني ما بطلعش هوالك من حباية الطماطم. بيكون نسبة الصلصة عندي اكتر من نسبة المية، وكمان بتديني كمية ممتازة جدا. طبعا انا جبت العداية ديت 20 كيلو ب180 جنيه، بس ما فيهاش اي حاجة بايظة، يعني ما شاء الله. العداية من فوق زي من تحت ممتازة جدا. كمان تقدروا اللي انتم تعملوا الكمية اللي انتم عايزينها بنفس الطريقة. والله هي ممتازة جدا جدا. حتى الطماطم يعني لو غلت بعد كده او حصل فيه اي مشكلة، بتكون الحاجة دي موجودة عندنا في البيت، طبعا هي احسن من الفلوس. وهنا خدت الطماطم غسلتها مرتين 3 كده، طبعا نضفتها وشلت العلق بتاعها مكان الزهرة، وحطيتها في حلة كبيرة من غير مية ولا اي اضافات. هولع عليها البوتاجاز وهسيبها كده اول 10 دقايق على نار عالية، وبعد كده ههدي النار خالص. هتبدأ الطماطم تنزل ميتها وتستوي كده منها فيها، انا عاوزاها تستوي سوى جيد، يعني تكون حباية الطماطم مستوية على الاخر. وفي الوقت دوت برضو بتكون الطماطم معايا، يعني ممكن تقطعيها او ممكن تسيبيها بحالة زي ما انا حطاها كده، ما فيهاش اي مشكلة. بس اهم حاجة اللي انت تسويها في حل ألمونيوم، لان او في حاجة استانلس بس تكون نوعها جاهز. بصراحة بتكون نتيجتها في التسوية الألمونيوم افضل. وطبعا زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، الحلة خدت من عند ال20 كيلو، دي حلة كبيرة، خدت الكمية كلها مرة واحدة. كمان تقدروا تستخدموا الطماطم البلح او الطماطم الجرجاوي في الصلصة زي ما قلت لكم، لان النوعين دول افضل نوعين للصلصة.
اولا بيكون الطماطمية ملحمة، نتيجتها بتكون ممتازة، قشرتها بتكون رقيقة، بيكون فيها نسبة مية قليلة جدا، وكمان ما بيكونش فيها بذور. وفي الوقت دوت كده كانت خلصت معايا الصلصة. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. المية دي نزلت من الطماطم، انا ما ضفتش اي حاجة. بتبدأ تستوي، بتنزل ميتها والقشرة رقيقة جدا جدا. هسيبها بقى لحد ما تبرد خالص، لان ما ينفعش ان انا اضربها في الخلاط والطماطم معايا سخنة. كمان انا معايا كمية ممتازة، ما ينفعش كمان ان انا اضربها ورا بعضها في الخلاط، ممكن احرق الخلاط لا قدر الله. يعني نبدأ ناخد شوية بشوية كده نضربهم ونصفيهم، لان طبعا لازم نصفيها علشان القشر الرقيق ديت، وكمان البذرة نبدأ نتفاداها، تكون معايا الصلصة ناعمة كده وبيور وتكون جميلة جدا. ممكن كمان تضربوها بالهاند بلندر لو موجودة عندكم، وتصفوها بالمصفى، بتكون ممتازة جدا، وكمان بيسهل عليكم الموضوع. وفي الوقت دوت انا ضربت كل كمية الطماطم وصفيتها. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. طبعا خليتها ما شاء الله مفيهاش اي حاجة ولا اي بذور ولا اي قشر. طبعا زي ما قلت لكم النوع ده بيكون القشرة بتاعته رقيقة وما بيطلعش هوالك كتير، وكمان بيكون ملحم وبيديني نسبة كبيرة جدا من الصلصة. وهنا هضيف معلقتين كبار من الملح، وهضيف كمان زيهم معلقتين من السكر. الملح والسكر بالنسبة لي هما مادة حافظة. السكر بيقلل حموضة الطماطم، والملح بيحافظ عليها تقعد معايا من السنة للسنة. طبعا في الوقت ده ممكن تضيفي نص كوباية من الزيت لو انت حابة. طبعا انا ما ضفتش، لان انا هعبيها في اكياس. لو انت هتحطها في برطمانات تقدري تضيفي على وش البرطمان من فوق. طبعا طريقتها ممتازة جدا وسهلة وجميلة وبسيطة، وكمان حبات الطماطم معايا حمرا مش محتاجة اي اضافات. مش هضيف بابريكا ولا هضيف بنجر، لان في الوقت دوت المفروض اضيف بابريكا. لو انتم عاوزين تضيفوا بتضيفوا في الوقت ده، لكن البنجر بيتضاف وقت التسوية. بس بصراحة هي مش محتاجة ولا بنجر ولا بابريكا، هو السكر والملح ودوت المادة الحافظة بتاعتها، وكمان السكر علشان حموضة الطماطم. بصراحة ممتازة جدا. هسيبها تغلي، واول ما تغلي كده هتني ايدي فيها اقلبها وههدي عليها النار. قعدت معايا اكتر من ساعتين على نار هادية جدا. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله لونها جميل جدا، وكمان الصلصة ممتازة جدا جدا. طبعا عبيتها في اكياس ورميت لي الكمية الممتازة دي. هبدأ في الوقت دوت اشيلها في الفريزر. طبعا انا عاملة اكياس للمكرونة وللطبيخ واكياس للمحشي. اكياس المحشي بتكون كبيرة شوية علشان انتوا عارفين ان المحشي بيحب الصلصة شوية، طبعا عشان بنحط خضرة وبنضيف اضافات مع الرز. لكن بسم الله ما شاء الله دي عداية الطماطم دي ان شاء الله هنشيلها بقى في الفريزر لشهر رمضان. كل سنة وحبايب قلبي طيبين. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انا اكون ضيفة خفيفة عليكم. ويلا كده تشجعي، مش لازم تجيبي 20 كيلو زيي وتدفعي مبلغ، ممكن تجيبي 5 كيلو. كل ما تروحي السوق تجيبي 3 كيلو، تجيبي 10 كيلو، تجيبي على قد مقدرتك من جنب حاجة الاسبوع، وتعمليها بالطريقة دي. لكن النوعين الطماطم دول احسن نوعين ممكن تصلصيهم. ممكن تكون الطماطم البلدي موجودة في السوق وسعرها رخيص شوية، لكن مش هتديكي نفس الانتاج دوت او نفس النتيجة دي. بصراحة بتكون نتيجتها يعني انتاجها قليل من الصلصة، لان بيكون فيها نسبة المية عالية، وكمان قشرتها بتكون تخينة، وكمان بيكون فيها نسبة من البذر كتير. فطبعا ده كله بيطلع حوالك في التصفية. اتمنى الفيديو يعجبكم. استودعكم الله.